بيبدأ الفيلم ببنت اسمها ديزي، وبتكون شغالة مشرفة على المحتوى اللي موجود على السوشيال ميديا في شركة كبيرة، وبتكون وظيفتها إن هي تشوف الفيديوهات اللي بيتم الإبلاغ عنها إنها مزعجة أو فيها محتوى غير ملائم. ومهم ديزي إن هي تمسح الفيديوهات دي أو تسمح بوجودها، ولكن ده بيكون طبقاً لشروط وسياسات الشركة، وبيكون من سلطتها إن هي لو شافت إن الفيديو مش مناسب تحجبه. ولكن المشكلة هي إن ديزي بتفضل قاعدة قدام الكمبيوتر 8 ساعات كل يوم، وبتتفرج على فيديوهات من مواقع مختلفة على الإنترنت. وللأسف الشغل ده بيكون مرهق وبيأثر على صحتها النفسية، لأن أغلب الفيديوهات اللي بتتفرج عليها بتحتوي على مشاهد صعبة ومؤثرة، وبيظهر إن هي مش الوحيدة اللي بتتأثر بالفيديوهات دي، وده لأن كتير من زمايلها بيحصل معاهم نفس الموضوع، لدرجة إن في واحد منهم اسمه بوب بيفقد أعصابه وبيفضل يصرخ بصوت عالي أثناء الشغل. وبنعرف إن ديزي مش موافقة على سياسات الشركة، لأنها بتمسح فيديو الواحدة بترمي نفسها من فوق مبنى عالي، وده بيعجبش رئيستها في الشغل، وبتقول لها إن الفيديو اتنشر على موقع إخباري وكده ممكن تترفع عليهم قضية لأنهم ضد حرية التعبير. فبتقول لها ديزي إن هي مش ضد حرية التعبير، ولكن هي ضد حرية الانتشار، بمعنى إن هي بتمنع فيديو بيحتوي على مناظر مرعبة من الانتشار على الإنترنت. ولكن رئيستها بترفض كلامها وبتطلب منها إن هي تلتزم بسياسات الشركة وإلا هتترفد. وبنروح لجانب تاني من حياة ديزي الشخصية، وبتحاول تتخلص من المناظر الصعبة اللي بتشوفها في الفيديوهات، وبتفضل في ذاكرتها، وبتحاول تستغل وقت فراغها في إن هي تدور على أي حاجة تشغل بالها وتبعدها عن التفكير في المناظر دي. فبتفتح تطبيقات لموادها علشان تقنع نفسها إن هي لسه قادرة تعيش حياة طبيعية بعيد عن شاشة الكمبيوتر، وبتحاول تدور على شاب مناسب ليها علشان ترتبط بيه، وده لأنها وحيدة وعايشة بعيد عن أهلها. ولكن للأسف ما بتلاقيش شاب فيه المواصفات اللي هي عايزاها. وفي يوم بيخبط عليها جارها وبيطلب منها تخلي بنته فايلت عندها الليلة دي، لأن مواعيه في الشغل اتغيرت وهيشتغل في وردية الليل. فبتوافق ديزي وبتلاقيها فرصة كويسة علشان تغير من نمط حياتها، ولكنها بتتفاجئ إن فايلت بتتفرج على موقع مخصص للكبار، فبتمنعها من إن هي تدخل عليه، وبتقترح عليها إنهم يتفرجوا سوا على فيلم كرتون. والفكرة بتعجب فايلت وبيتفرجوا سوا على فيلم الكرتون وبيكونوا مستمتعين جدا. وتاني يوم بتقول ديزي لصاحبتها إيفا إن هي أدركت مؤخرا إن هم شغالين في أسوأ وظيفة في العالم، ولكن في نفس الوقت الوظيفة دي بتحمي ناس كتير من إنهم يتفرجوا على فيديوهات مزعجة. وبعدها كل واحدة فيهم بتروح تشوف شغلها، وأثناء الشغل بتشوف ديزي فيديو بيلفت انتباهها، لأن بيظهر فيه واحدة بيتم تعذيبها بمسامير في جسمها. وقتها الست بتفضل تصرخ من شدة الألم، وبيكون الفيديو مزعج جدا لدرجة إن ديزي ما بتستحملش اللي بتشوفه في الفيديو وبيغمى عليها. وبعدها بتفوق وبتلاقي نفسها في المستشفى، وبعد ما حالتها بتتحسن بتخرج ديانا من المستشفى، وبتنصحها إيفا إن هي تاخد أجازة وترتاح شوية، وبتقول لها إن ده هيساعدها إن هي تنسى الفيديو اللي شافته وتريح أعصابها وجسمها. فبتقتنع ديانا بكلامها وبتقرر إن هي تاخد أجازة من الشغل. ولما بترجع البيت بتنام وبتحلم بكوابيس بسبب اللي هي شافته في الفيديو. وتاني يوم بتتفاجئ إن تكاليف علاجها في المستشفى غالية جدا، فبتتصل بالمستشفى علشان تتأكد لو الرسالة اللي جات لها دي حقيقية ولا مزيفة، وبتعرف من موظفة إن دي رسالة من المستشفى فعلا. فبتتصدم ديزي لأن هي ما معهاش فلوس تكفي مصاريف علاجها، ده غير إن شغلها مش بيوفر لها تأمين صحي. وبتقرر إن هي تلغي أجازتها لأنها محتاجة فلوس علشان تسدد الفاتورة. وفي الشغل بتحاول ديزي إن هي تبطل تفكير في الفيديو، ولكن ما بتقدرش تشيله من دماغها، لدرجة إن هي بتشرب ممنوعات أثناء فترة الاستراحة على أمل إن الممنوعات دي تخليها تنسى الفيديو، ولكن ده ما بيحصلش. فبتستجمع ديزي شجاعتها وبتدخل مكتب رئيستها وبتطلب منها إن هي توري الفيديو للشرطة، لأن ده يعتبر تعذيب وخطف وإساءة معاملة. ولكن رئيستها بترفض وبتقول لها إن هي منفعلة زيادة عن اللزوم، وبتقول لها إن الفيديو ممكن يكون مزيف أصلا، والمشاهد اللي فيه ممكن تكون مشاهد تمثيلية وتمت بالتراضي مع الست اللي كانت بتتعذب في الفيديو. فبتقول لها ديزي إن هي متأكدة إن الفيديو حقيقي، لأن صوت صريخ الست اللي في الفيديو بيأكد إن هي فعلا بتتعرض للتعذيب مش تمثيل. ولكن رئيستها بتصم على رفضها للموضوع
وبتقول لها ان هم لو بلغوا الشرطة واكتشفت الشرطة ان الفيديو ده مش حقيقي هتقع الشركة في مشاكل كتير. وفي الوقت ده بنشوف بوبو وهو في مكتب المعالج النفسي للشركة وبيطلب منه يبطل صراخ أثناء الشغل لأن ده بيضايق زمايله وبيخليهم يخافوا منه، وبينصحه إن هو يلاقي طريقة أحسن من كده يعبر بيها عن مشاعره. ولكن بوب بيحس بالإهانة لأنه شايف إن كلام المعالج النفسي معناه إن هو مجنون، وبيبدأ يشرح له بالتفصيل اللي هو بيشوفه كل يوم في الفيديوهات. ومع ذلك ما بيقتنعش المعالج النفسي بكلامه وبيقول له إن هي دي طبيعة شغلهم اللي هو كان عارفها من قبل ما يوافق على الشغل في الشركة. وبنرجع لدايزي اللي بتكون على مكتبها وبتدخن وهي قاعدة قدام الكمبيوتر، وده علشان تواجه ضغط الشغل وتحاول تهدي أعصابها. ولكن إحساسها بإن الناس اللي عذبوا الست في الفيديو دول لازم يتعاقبوا وبيخليها مش قادرة تفضل ساكتة. وفي النهاية بتقرر تروح مركز الشرطة وتبلغ عن الفيديو، ولكن الشرطي لما بيتفرج على الفيديو ما بيديلوش أي اهتمام، فبتطلب منه دايزي إن هو يحقق في الموضوع ويعاقب المجرمين دول اللي عذبوا الست اللي في الفيديو. فبيقول لها الشرطي إن القضية ممكن تكون مش من اختصاصه لأنه ما يعرفش المكان اللي اتنفذت فيه الجريمة دي أصلا، لو ده كانت جريمة أصلا مش تمثيل، لأنه شايف إن ممكن ده يكون فيديو مزيف. فبتتضايق دايزي من كلامه وبتسيبه وبتمشي وهي متعصبة، وعلشان تنسى اللي حصل بتخرج مع إيفا وبيروح يسهروا في الحانة. وبعد ما دايزي بتشرب كتير بترجع البيت وبتحاول تنام، ولكن الكوابيس بتجيلها تاني. وأثناء نومها بتقرر دايزي إن هي تدور ورا الفيديو ده لأنها مصممة تحقق العدادة بنفسها. وبالرغم من إن الفيديو اتحذف ولكن بتلاقيه موجود على كذا موقع، فبتنسخ الرابط وبتنشره على منتدى من المنتديات على أمل إن أي حد يساعدها وتقدر تحدد مكان الراجل اللي ظهر في الفيديو واللي بتكون فاكرة ملامحه كويس ومش قادرة تنساها. وتاني يوم بتروح شغلها في الشركة، وأثناء الشغل بتتفاجئ إن زميلها اللي اسمه بول بيتوتر جدا لأنه بسبب الفيديو اللي هو بيتفرج عليه، ومن شدة بشاعة الفيديو بيفقد بول التحكم في أعصابه. وفي وقت الغدا بتتكلم دايزي مع بول علشان تهديه، وبيهدى بول فعلا لما بيتكلموا سوا، وبتقدر دايزي تساعده إن هو ينسى اللي شافه. وبالليل بترجع دايزي على البيت وبتلاحظ إن في واحد كتب تعليق على الفيديو اللي هي نشرته، وبيقول لها إن هو قدر يحدد مكان الشخص اللي نشر الفيديو. ومع إن المسافة بتكون بعيدة جدا إلا إن دايزي بتسافر لمدة 4 ساعات بالعربية علشان توصل لمكان الراجل ده، وبتفضل واقفة قدام بيته لحد ما بتشوفه وهو خارج من البيت، وبتركب عربيته وبتمشي وراه وبتراقبه لحد ما بيوصل السينما. وبتدخل السينما وبتقعد في الكرسي اللي وراه، وساعتها بيتعرض فيلم بيكون فيه مشاهد زي اللي اتعرضت في الفيديو، فبتفهم ان الشخص ده مريض نفسي وبتتأكد ان هو فعلا اللي نشره. وبعد ما بيخلص الفيلم واثناء ما بيكون الشخص ده خارج من السينما بتروح دايزي وراه وبتلحقه قبل ما يركب عربيته، وبتواجهه بالفيديو وبتقول له ان هو انسان مريض علشان ينشر فيديو زي ده. ولكن الشخص ده بينكر ان هو عمل كده وبيتوتر وبيحس بالخوف اول ما بيشوف الفيديو، وبيفضل يزعق لدايزي ويقول لها ان هي اللي مريضة علشان بيتفرجوا على فيديو زي ده، وبيركب عربيته وبيسيبها وبيمشي. وفي اللحظة دي بتفهم دايزي ان هي غلطت وان الشخص اللي رد على رسالتها على المنتدى كان بيكذب عليها. واول ما بترجع البيت بتكلمه وبتقول له ان هو بعتها للشخص الغلط، فبيرد عليها وبيقول لها ان ده حقيقي فعلا، وان الراجل ده يبقى مديره في الشغل وهو حب يعمل معاه موقف سخيف مش اكتر. فبتتضايق دايزي لان مجهودها راح على الغرض وبتقفل الكمبيوتر وهي متعصبة، ومع ذلك بتصمم ان هي مش هتستسلم. وتاني يوم بتطلب من بول ان هو يجيب لها اي معلومات عن الشخص اللي ظهر في الفيديو، وده بما ان هو معاه ماجستير في البرمجة وهيقدر يعمل كده بسهولة. ولكن بول بيرفض وبيقول لها ان ده هيكون انتهاك للخصوصية، ده غير ان هو خايف من اللي ممكن تعمله دايزي بالمعلومات دي اصلا لانها متهورة ومنفعلة وممكن تحط نفسها في مشكلة كبيرة. ولما بتراجع دايزي على البيت بتراسل شركة الانتاج اللي سجلت الفيديو وبتعرض نفسها كممثلة وممكن تشارك في فيديوهات معاهم. وتاني يوم رئيسة الشركة بتتواصل مع واحد من المستثمرين اللي بيمولوا الشركة، وبيقول لها ان في اخبار منتشرة عن حالات الاغماء اللي بتحصل للموظفين، واللي بيأكد الكلام ده هو ان ارباح الشركة بدأت تقل في الفترة الاخيرة، وبيعرفها ان ده مؤشر مش كويس وهيأثر على اسهم الشركة في السوق. وبينصحها ان هي تعمل حفلة للموظفين
أو تطلعهم رحلة علشان يصفوا ذهنهم ويعرفوا يشتغلوا كويس ويحققوا الهدف اللي مطلوب منهم. فبتقتنع رئيسة الشركة وبتعزم الموظفين على سهرة في الحانة. وقتها بيتكلم بوب مع زمايله عن أكتر فيديوهات مزعجة هو شافها وأثرت فيه، ولكن بول بيقاطعه لأنه مش عاوز يتكلم عن الشغل، وبيقترح عليهم إن هم يتكلموا عن حاجات تانية. وتاني يوم في الشغل بتتوتر ديزي لما بتشوف رجالة الشرطة واقفين بيتكلموا مع رئيسة الشركة، وبتكون خايفة إن هم يكونوا جايين علشانها هي بسبب اللي عملته الليلة اللي فاتت. لكن إيفا بتقول لها إن هما بيحققوا في وفاة موظف في وردية الليل، جات له سكتة دماغية وهو شغال. وبالليل بتكون ديزي قاعدة في البيت مع فايوليت، وساعتها بتجي لها رسالة من شركة الإنتاج اللي سجلت الفيديو، وبيكون فيها دعوة ليها علشان تشارك في تسجيل الفيديو الجديد اللي هينزلوه على الإنترنت، وبيكون ميعاد التسجيل فاضل عليه نص ساعة بس. وفي اللحظة دي بتكون ديزي محتارة لأن هي مش عايزة تسيب فايوليت لوحدها، وفي نفس الوقت مش عايزة تفوت فرصة إن هي تواجه المسؤولين عن الفيديو وجها لوجه. فبتقرر إن هي تسيب البنت لوحدها وبتطمنها إن هي مش هتتأخر عليها. وأول ما بتوصل ديزي لمكان التسجيل بتلاقي شاب بيستقبلها وبيديلها ورقة علشان تكتب فيها بياناتها وتمضي عليها، ولكن ديزي بتتجاهل كلامه وبتوري له صورة الراجل اللي ظهر في الفيديو وبتسأله لو يعرفه أو يعرف أي معلومة عنه. ولكن الشاب ده ما بيجاوبش على سؤالها وبيقول لها إن مش مسموح بوجود تليفونات في المكان. وفي اللحظة دي بتقرر ديزي تمشي، ولكن الباب بيكون مقفول، فبيحاول الشاب ده يقنعها إن هي تستنى وبيعرفها إن هو هيدفع لها فلوس كتير. ولكن ديزي بتصمم على رأيها وبترفض، فبيسيبها على راحتها وبيفتح لها الباب علشان تمشي. وساعتها بتلاحظ ديزي إن الشاب ده لابس نفس الجزمة اللي هي شافتها في الفيديو، فبتفهم إن هو اللي صور الفيديو وشارك في الجريمة اللي حصلت. فبتتعصب وبترش عليه رذاذ الفلفل، وبعدها بتمسك الكاميرا بتاعته وبترميها على الأرض وبتكسرها، وبتخرج من المكان وهي متوترة وأعصابها منهارة. ولما بترجع البيت بتنصدم لما بتكتشف إن فايوليت مش موجودة، وفي اللحظة دي جارها بيخبط على الباب وبيتهمها بعدم المسؤولية علشان سابت بنته لوحدها. فبتحاول تعتذر له على اللي حصل، ولكنه بيرفض يسمع منها أي كلام وبيسيبها وبيرجع على شقته. وبعد كل اللي حصل ده بتحاول ديزي إن هي تكمل حياتها بشكل طبيعي. وفي نفس الوقت بيشوف بول فيديو مزعج، فبيتصدم بحالة من الصدمة وبيركب عربيته وبيجري على بيته بسرعة. وبعد ما أعصابه بتهدى بيرجع لشغله تاني، وهناك بيسلم ديزي ظرف بيكون فيه عنوان الراجل اللي هي بتدور عليه، وبيقول لها إن هو مش عاوز يعرف هي هتعمل إيه بالمعلومات دي، ولكن عايزها تخلي بالها من نفسها لأن هي هتتعامل مع شخص مريض نفسي. فبتشكره ديزي وبتطمنه بإن هي هتلاقي الطريقة المناسبة اللي هتعاقب بيها مجرم زيه. ولما بترجع ديزي على البيت بتتدرب على دق المسامير في شريحة اللحمة، وبيكون واضح إن هي اختارت الطريقة اللي هتعاقب بيها المجرم. وتاني يوم بيتفرج بوبا على فيديو بيخليه يتصدم، فبيروح بسرعة لديزي وبيوريها الفيديو ده، وبتتصدم ديزي هي كمان لما بتشوف الفيديو، وده لأن هي بتظهر في الفيديو وهي بتضرب النادل ورا الحانة. ولكن بوبا بيطمنها وبيقول لها إن هو مسح الفيديو ده، غير إن في ناس كتير متعاطفين معاها، وبيقول إن هي أكيد عملت كده لأنها كانت بتدافع عن نفسها ضد متحرش. ولكن ديزي بتقول له إن النادل ما عملهاش حاجة، وإن هي اللي فقدت أعصابها لما شافت في خيالها صورة الشخص اللي ظهر في الفيديو، ولما كانت بتضرب النادل كانت شايفة إن هو الراجل اللي كان في الفيديو. ومن شدة الصدمة بتقرر ديزي إن هي تستقيم من الشغل علشان تتفرغ للراجل ده وتعاقبه بطريقتها. وبعدها بتروح تشتغل في مطعم في وردية بالليل، والصبح بتفضل تذاكر علشان تحضر نفسها لامتحانات التمريض. وبعد ما بتنجح في الامتحان بتروح تحضر مقابلة شغل في مستشفى كبيرة. وأثناء المقابلة بتحكي ديزي عن كل اللي اتعلمته في وظيفتها اللي فاتت، وبتقول للشخص اللي قاعد قدامها على أهم حاجة هي اتعلمتها، وهي إن أحيانا الطريقة الوحشة علشان توقف حاجة مش كويسة هي إنك تعمل حاجة وحشة علشان توقفها. وفي اللحظة دي بيظهر وش الشخص اللي بيعمل معاها المقابلة، وبيتضح إن هو نفس الشخص اللي كان في الفيديو. وبنفهم هنا إن ديزي ما كانتش بتستعد علشان تبقى ممرضة، ولكن علشان تقدر توصل للشخص ده بعد ما عرفت إن هو بيشتغل مدير للمستشفى. وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو. سلام.